يسعد لي صباحكم يا غوالي. اليوم رجعنا لكم بأكلة جديدة وكتير طيبة وكثير رح تعجبكم. هي صخور جوز الهند أو أقراص جوز الهند. بس قبل ما نبلش يا غوالي، بتمنى من الكل إنه يشتركوا في قناتي. في ناس كتير، يعني أنا بكبر بمحبتكم والله. في ناس كتير بتفوت بتشوف الفيديوهات، او مثلا بتشوف فيديوهات بتاخذ مثلا الصنف اللي بدها اياه وما بتشترك. فبعد اذنكم يا غوالي لوجه الله تعالى بتمنى الكل يشترك. وهلا خلينا نبلش. عندي كوبين برش جوز هند، كوبين ونص جوز هند، وعندي هون سكر ناعم كوبين كبار، وعندي هون 5 بيضات حاطط عليهم نص معلقة فانيلا. طبعا هو البياض انا حاولت اخذ البياض البيض بس ما بيأثر، يعني نزل شوية صفار ما بيأثر. بس انتوا حاولوا يعني تاخذوا البياض بس، واذا نزل معكم شوية صفار ما بيأثر يا غوالي. وهلا بننتقل للخطوة الثانية يا غوالي انتقلنا للخطوة الثانية. اول شي بنحط السكر. طبعا الكوب عندي تقريبا 350 جرام. وهلا بنحط عليهم بسم الله البيض، ومنضيف جوز الهند، وهلا يا غوالي بنحركهم مع بعض. وطبعا لازم نخليهم بالثلاجة ساعتين 3، بعدين بنرجع بنكمل كل. طبعا انا ضفت لهم نص كاسة جوز الهند. وانتوا يا غوالي طبعا بتتحكموا في المقادير سواء بالسكر او بجوز الهند او حتى في بياض البيض. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. هلا طبعا كي يصلكم كل جديد. هلا طبعا يا غوالي بنخليها ساعتين 3 مشان العجين ياخذ القوام اللي بدنا اياه ويمسك حاله. في ناس تحط لها فانيلا، بيكنج بودر، حليب. انا هاي لا، ما حط لها شي. اما صخور جوز الهند الاصلية بنحط لها كل هالقصص. هاي ما شاء الله يا غوالي، شوفوا لي على هالمنظر وصلوا على النبي. هون كرات جوز الهند ما شاء الله، وكان الصلاة على النبي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد. كان معكم شيف الشامي صلاح شاهين من المطبخ السوري. يعطيكم العافية. ما شاء الله وكان يا غوالي، شوفوا لي على هالمنظر، ما بشهي. أقراص جوز الهند. كان معكم الشيف الشامي صلاح شاهين من مطبخنا السوري. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد. وشكرا، وألف صحة وعافية يا غوالي. فولي على المنظر يا غوالي، أقراص جوز الهند. تفضلوا، صحتين وعافية. أطيب شي معه ومع أي أكلة حلو طبعا فنجان قهوة. صحتين وعافية يا غوالي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد. وشكرا.